السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء عدليانو في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. وأنا جاي لك النهاردة في البلاس 90 عشان أقول لك على مفاجآت. طيب أنت يا عم عدليانو عمال توعدنا وتقول الصفقة خلاص خلصت، الصفقة خلاص خلصت، واللاعب اللي هيعمل شياط في أفريقيا كلها وفي تونس وفين هو؟ مع محمد علي بن رمضان، وأول من أخبركم العبد لله في الأهلي. بيرسي تاو خارج الاهلي. انا بقول لك كلام من شهر فات، انا واثق منه، انا عارف انا بقول لك ايه. كولر عايز مهاجم، متفقين على ده مع وسام، لان وسام مش هينفع يلعب انتر كونتيننتال، دوري ابطال افريقيا، ممكن تلعب دوري السوبر الافريقي كمان، كاس العالم للانديه. طيب في مفاجاه ثالثه انا كلمتك عنها امبارح، تريزيجيه. طيب ناخد الموضوع بالتفصيل. اللايك بتاعك الجميل، عرفني ان انت موجود واتفرجت معايا على الفيديو بكومنت. لو انت عندي على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الحاجات دي كلها بتفرق معايا، عشان هي دي اللي بتخليني ان انا اروح ادور لك على المعلومة واجيبها لك واديها لك، ما اخليهاش لنفسي. تمام يا اكسلانس؟ ركز بقى معايا يا اكسلانس. محمد علي بن رمضان كانت المشكله بتاعته في عدد الاجانب الاول، ان احنا نكمل معاه مفاوضات ولا ما نكملش. عدد الاجانب معانا 5. معانا دلوقتي اشرف داري، عطيه الله، معانا رضا سليم، 3 مغاربه. عندنا كمان القندوسي، وعندنا بيرسي تاو. طبعا اليو ديانج طلع اعاره. عندنا 5، لازم تطلع منهم واحد عشان تجيب محمد علي بن رمضان. طيب طلعنا مين؟ القندوسي وافق، لاعب محترم جدا، وافق على الاعاره في ثواني عشان عارف ان انت مزنوق وهتخلص وعايز لاعب مكانه. راجل محترم، لعيب محترم وعلى دماغنا كلنا وامكانياته عاليه، ولكن هي دي وجهه نظر مدير فني. صفقه محمد علي بن رمضان واقفه على تبعت الفلوس، اللاعب يجي لك يكشف الكشف الطبي ويتصور وخلاص على كده. بيرسي تاو بقى جاي له عرض من الدوري السعودي، دوري السعودي، نادي النيوم اللي كان عايز زيزو. انا عارف الصفقه دي وراها مين، وعارف مين اللي بيساعد ان بيرسي تاو يطلع عشان نخلص من عدد الاجانب اللي عندنا اللي ملوش لازمه. لان الكولر من اول الموسم ده او نهايه الموسم الماضي قال انا عايز تفريغ للاجانب اللي عندي كلهم بلا استثناء. طبعا علي معلول على دماغنا، وده اسطوره في النادي، ده مصاب والراجل وافق ان هو يتحط على قائمه الانتظار لشهر يناير. طيب انت بقى في شهر يناير جاي لك علي معلول، حلو حلو، فلازم تخلص 2 مش 1. طيب انت 1 عشان تجيب محمد علي بن رمضان ومشيت القندوسي، حلو، محتاج برضو مقدم وفلوس عبد المنعم مش هتيجي في يوم وليله. فخلصنا بيرسي تاو، لا لسه ما خلصش. بيرسي تاو دلوقتي في المفاوضات شغاله حالا وانا بتكلم معاك في 2 و2 ونص و3. طب الاهلي عايز 3، هم عرضوا 2 وبعد كده رفعوا العرض ل 2.5 مليون دولار. اعتقد ان هو جاي في الصميم وان الاهلي يخلص. 2.5 مليون دولار جايين في وقت انت اصلا كنت هتستغنى عنه ببلاش. تمام؟ وافق بقى يا كابتن محمود الخطيب. تريزيجيه جاي في الصوره تاني بعد خروج نادي طرابزونسبور من منافسات الاوروبيه كلها، يعني ما بقاش غير الدوري التركي اللي بيلعب فيه. وطبعا احنا عارفين ان طرابزونسبور من بعد ما خد الدوري تريزيجيه ما حضرهمش وما بياخدوا الدوري، ما جاء ما بينافسش على البطوله اصلا. تريزيجيه حياته كلها ان هو يرجع يلمع من جديد. عارف انت لما تجيب عربيه كده وتركنها شويه ويبقى عليها تراب محتاج ان هي تتلمع عشان يظهر جمالها تاني وبارقها. هو تريزيجيه محتاج يرجع الاهلي عشان يلعب بطولات كبيره زي انتر كونتيننتال، هيلعب كاس العالم للانديه عشان يرجع يتلمع من جديد. تريزيجيه اضافه للنادي الاهلي، محمد علي بن رمضان اضافه للنادي الاهلي. انا يعني عايز اعلي من السكواد بتاعي عشان انا دلوقتي رايح العب في اخر بطوله لكاس العالم، يعتبر اللي هي بتتلعب كل سنه. الاول كنا بنلعب كاس العالم كل سنه، لا كل 5 سنين بقى حلني، او كل 4 سنين حلني لما تلعب بقى يا عالم هتشارك تاني ولا مش هتشارك بقى. لان البطوله دي هيبقى لها مقاييس محدده وشروط ان انت تروح تلعب فيها. طيب
البطوله دي كبيره وممكن تعدي الدور الاول، ممكن تعدي الدور الاول، ليه ما تعديهوش؟ انت معاك السكواد ومعاك مدرب محترم فنيا، واقف على الخط، مش مدرب واقف ولابس بدله وخلاص، لا مش اسمه مدرب، احنا معانا كولر مدرب كبير جدا، قادر ان هو ينافس اي فريق في العالم. وشفنا مباريات كاس العالم لما لعبنا ريال مدريد، لولا طبعا الحاله البدنيه الفنيه الذهنيه كنا كملنا وكنا لعبنا احسن من كده وافضل من كده. طبعا انا دلوقتي بطمنك على صفقه محمد علي بن رمضان، بطمنك ان بيرس تاو ماشي، بطمنك ان ممكن يبقى فيه مهاجم خلال ال 12 يوم اللي جايين دول. مهاجم طبعا مش هيلعبه لاي حد هيتضاف من بعد 31/8، مش هيلعب دور ال 32 ومش مهم، احنا عندنا اللي يلعب، احنا فيما بعد الاهم من ده كله فيما بعد. ما تنساش زي ما قلت لك اللايك، وتعرفني ان انت اتفرجت على الفيديو بكومنت كده، تعليق حلو منك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. وانا بقول لك الفيديو بتاع تقديم محمد علي بن رمضان اللي هيعدي اشرف داري اللي جايب 8.5 مليون مشاهده لحد الان، وعطية الله اللي جايب 9.5 مليون مشاهده، اجمع دول على بعض وهيعديهم محمد علي بن رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.